السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أقول لكم كالعادة لملخص مباراة ليفربول أستون فيلا، مباراة مهمة جدا. الفريقين يتنافسان على مركز أوروبي للموسم المقبل. ليفربول الآن في المرتبة الخامسة ب 65 نقطة، وينتظر مرة أخرى تعثر مانشستر يونايتد الذي سيلعب هو الآخر في نفس التوقيت. بالنسبة لأستون فيلا في المرتبة الثامنة ب 57 نقطة، وينافس أيضا على مركز أوروبي سواء في المؤتمر الأوروبي أو الدوري الأوروبي أو حتى دوري أبطال أوروبا، رغم أن دوري أبطال أوروبا يعني تقريبا لن يستطيع التأهل إليه نظرا لبعد النقاط بينه وبين مانشستر يونايتد. على العموم سأذكركم بتشكيلة الفريقين. بالنسبة لليفربول في الحراسة أليسون، أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، جونز، دياز، صلاح وغاكبو. هذه هي تشكيلة ليفربول. بالنسبة لتشكيلة أستون فيلا في الحراسة إيميليانو مارتينيز، كاش، كونسا، مينكس، ديني، ماكجين، كامارا، دوغلاس لويس، رامسي، بيلي، واتكنز. هذه هي تشكيلة الفريقين. نتمنى كل التوفيق للفريقين، سواء ليفربول مع كلوب أو أستون فيلا مع أوناي إمري، ونتمنى أن يتواجدوا إن شاء الله الموسم المقبل في سواء في المؤتمر الأوروبي أو الدوري الأوروبي، ولما لا ليفربول نشاهده أيضا في دوري أبطال أوروبا، رغم أن يعني أصبحت المسألة صعبة جدا، لأن مانشستر يتوفر على رسميا، خصوصا بعد فوز ألمان يونايتد بهدف نظيف أمام بورنموث. ليفربول عانى كثيرا أمام أستون فيلا. أستون فيلا فريق قوي، كان دفاعيا مستميت جدا رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لليفر، وتألق كبير كالعادة لحارس المنتخب الأرجنتيني وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز. أوناي إمري على بعد خطوات صغيرة جدا من المراتب الأوروبية، سواء دوري المؤتمر الأوروبي أو الدوري الأوروبي. الليفر ضامن لحد كبير يعني تأهله للدوري الأوروبي الموسم المقبل. هارد لك لليفر، هارد لك لمحمد صلاح خصوصا. أتمنى لهم التوفيق الموسم المقبل. شكرا على طيب المتابعة، ولا تنسوا كالعادة الضغط على زر لايك. دمت في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.